السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. في حدث التاريخي، مصر ترجع إلى سابق عهدها في السياحة وترجع لدورها الطبيعي كدولة لها 7000 سنة حضارة. المتحف المصري الكبير يا جماعة رسالة قوية للعالم كله إن مصر تملك القدرة على تصميم أكبر متحف معماري في العصر الحديث. طبعا احنا هنقول نبذه مختصره دلوقتي المتحف المصري الكبير وكل الجهود اللي بذلت لتصدير هذا المشهد بحضور 50 قائد دوله. طبعا يا جماعه المتحف المصري الكبير موقعه يقرب عن الاهرامات ب 2 كيلو متر، يعني بينه وبين الاهرامات 2 كيلو بالظبط. مساحته 500 الف متر، يعني نصف مليون متر مربع. المشروع ده تم انشاؤه عام 1999، يعني تم فكره انشاء متحف مصري عام 1999 ده رسميا. في عام 2002 تم عمل مسابقه من 1500 مصمم على مستوى العالم، 1500 مصمم على مستوى العالم، لغايه ما تم اختيار هيجان الايرلندي هو صمم فكرة المتحف المصري الكبير. في عام 2005 بدأ الإنشاء الفعلي للمتحف المصري الكبير. في 2010 تم الانتهاء من البنية التحتية للمتحف المصري الكبير بتكلفة تتخطى المليار جنيه. طبعا يا جماعة هنتكلم في حاجات مهمة. الحاجات المهمة يا جماعة، السياحة يعتبر بتدخل للناتج القومي 10% من الناتج القومي لمصر من السياحه. السياحه في مصر يا جماعه ما قبل 2011 كنا احنا رائدين في السياحه. كان مصر كل سنه يدخلها حوالي 15 مليون سائح في السنه، بدخل للناتج القومي يتعدى 13 مليار دولار. 13 مليار دولار تعد السياحه و قناه السويس والعاملين بخارج من اكثر الحاجات اللي بتدخل لمصر دولار او عمله صعبه. يعني لازم نعرف قيمه السياحه. لو احنا بصينا للدول الرائده في السياحه وهي فرنسا، فرنسا يا جماعه بيدخلها كل عام 150 مليون سائح. انت عارف يعني ايه 150 مليون سائح؟ مع ان فرنسا اللي تملكهم برج ايفل، قصر اللوفر، يعني ما عندهاش مصادر سياحيه قويه زي مصر. المتحف المصري الكبير يضم 100 ألف قطعة أثرية، يعرض مقتنيات الملك توت عنخ-آمون 5000 قطعة أثرية تعرض لأول مرة لمقتنيات الملك توت عنخ-آمون. الحاجة المهمة اللي في الموضوع ان المتحف يا جماعة به مركز ترميم عملاق يعد من أكبر مراكز الترميم في الشرق الأوسط. يعني يا جماعة في أهداف ورا المتحف المصري الكبير، في رسالة ورا المتحف المصري الكبير لازم الناس تفهمها. ان مصر يا جماعه في فتره من الفترات اما حبت تطور البنيه التحتيه للبلد، الناس طلعت انتقدت البلد وازاي وليه كباري وليه كباري ليه يا فندم؟ يا فندم هو السائح ده ما ينزل من مطار القاهره ويركب الباص بتاعه عشان يوصله للمتحف المصري ولا يوصله للاهرامات ياخد ساعتين ونص؟ عشان تعرف ان في مصر كانت لما بتبني بنيه تحتيه بتستعد للجمهوريه الجديده. طب في حته مهمه، هل في دول هتزعل من التطور المصري او من المتحف المصري؟ في دول هتزعل، في دول مش عايزه مصر تتقدم، في دول زعلت اما احنا خدنا رياده السلام في الشرق الاوسط وما حضرتش المؤتمر ده بسيط. في دول مسؤوله عن احداث السودان في الفاشل حاليا وتطوراتها وتصعيدها في التوقيت اللي بتفتح فيه مصر المتحف المصري. يبقى تفهم ان في دول بتلعب على الدوله المصريه. يبقى انت تعمل ايه؟ تشجع الدوله المصريه، تفرح ان مصر بتعمل حدث تاريخي يعتبر الاوحد والاهم في العصر الحديث بخصوص اظهار الحضاره المصريه القديمه اللي هي محدش بيملكها في العالم غير الصين ومصر. الصين ومصر يعني يعتبر هم اقدم دولتين. فانت دلوقتي لما يتم انشاء كباري او بنيه تحتيه، او هو مش عامل الكباري والبنيه التحتيه هو حبا ان هو عايز يعمل كوبري، او الدوله بتصرف ملايين ولا مليارات عشان خاطر هو يبان ان هو شكلنا حلو. احنا شكلنا حلو، بس احنا عايزين نوصل كل مستثمر ولا كل سائح يجي البلد دي يدخل، مع ان احنا نملك من
الحاجات الحضاريه، ده انا بتكلم عن حضاره، الحضاره دي خلاص يعني مفروغ منها، احنا مش هنطلع نتحدث عن حضارتنا، بس احنا بنوصل رساله للعالم ان مصر فعلا تملك اكبر حضاره في العالم. اهرامات الجيزه، المتاحف، المعابد، نملك نهر نيل، بحيرات طبيعيه، نملك واحات، نملك صحراء، نملك كل دي يا جماعه، دي مميزات للدوله المصريه. تملك فنادق على اعلى مستوى، يعني احنا رائدين في السياحه. بس احنا الدوله بتعمل ايه كده؟ عايزه ترجع مصر سابق عهدها للسياحه. يا جماعه السياحه بقول لك تعد من اهم المصادر اللي بتدخل للدوله عمله صعبه، يعني انت لك انت 10% من الدخل القومي لمصر سياحه. طب احنا خلاص بنينا بنيه تحتيه، عملنا كباري، انشانا، يبقى في هدف اهو، بان الهدف ان احنا دلوقتي لما نصدر صوره للعالم، وال 15 مليون سائح دول على مدار 20 30 يبقى 50 60 مليون، يبقى الدخل القومي لمصر بدل ما هو 13 مليار هيبقى 50 مليار، يبقى احنا في نهوض. طب غيره طب ايه احنا نستفيد ايه؟ طب ما انت تستفيد تشغيل عماله، طب ما احنا محتاجين فرص عمل. ايه اللي بيخلق فرص عمل؟ الفنادق ترجع لسابق عهدها، تشتغل الفنادق، يبقى في فرص عمل للشباب ولا ما فيش؟ في فرص عمل للشباب. يبقى في استثمار ولا ما فيش؟ يبقى في استثمار. هتقول استثمار ايه؟ هقول لك في استثمار عقاري، يبقى في فنادق بتتبني تاني، يبقى في جذب المستثمرين اجانب، مع ان زي ما بقول لك في تحديات بتواجهها الدوله المصريه، والدوله المصريه بتتعافى وتعافي. اعمل مقارنه بين ما قبل 2011 وما بعد 2011. ما بعد 2011 ومرورا بالثوره، وبعد كده ربنا كرمنا بفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بثوره 30/6 والنهوض بالدوله المصريه والقضاء على الارهاب، تطورت السياحه من 5 مليار دولار اللي احنا وصلنا الى اعلى معدلات السياحه، واللي هي 14 مليار جنيه في السنه، دولار قصدي. يبقى احنا كده وصلنا من معدل نمو الاكثر سرعه في تاريخ اللي هم ال 15 سنه الاخر. بلد بتتعافى، بلد طالعه من ثورتين، بلد كانت تؤول الى الخراب بفضل القياده السياسيه بتاعتنا. يبقى احنا دلوقتي لازم ننظر نظره الى الحاجات القوميه اللي بيتم انشائها في الدوله المصريه، ان احنا نفتخر بيها، نساعد على انتشار هذه. يبقى انت بدل ما تطلع تكتب بص تبقى ضد البلد، ولا انت مش عاجبك وضع البلد، ولا انت مش عاجبك البنيه التحتيه. لا، البنيه التحتيه لها دور، والله اقسم بالله انا اثق ان البنيه التحتيه اللي كانت بتتبني في مصر لها اهداف معينه، وهتاتي ثمارها في اي لحظه من اللحظات. لو ما ادتش ثمارها وانا موجود، هيجي بعد كده ابني وابنك واي حد. بس الحمد لله ده درس بانشاء المتحف المصري الكبير. احنا يا جماعه عشان بس احنا حبينا ندي نبذه مختصره للناس ان اهميه الدور المتحف المصري الكبير، انه ده من اهم الحاجات اللي تبقى رائده في السياحه، ان احنا بنسلط الضوء على السياحه المصريه. احنا بنقول للعالم شوفوا مصر، احنا بنقول للعالم ان مصر تملك من قطع الاثريه اكثر من 100,000 قطعه اثريه، اتحدى اي دوله. يا جماعه ده احنا الاثار اللي في العالم كله هتلاقيها مصريه، واحنا ما عارفينش قيمه الاثار الموجوده في مصر. فاحنا دلوقتي بندعم الجهود المصريه، بندعم القياده السياسيه بقياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي كل يوم بيضربنا مثال في ان هو فعلا ان البلد دي جايه، ان فعلا المتحف المصري الكبير ده صرح عالمي هيصدر للعالم كله، ان احنا يا جماعه نملك من الحضاره اللي احنا فعلا رائدين فيها، وان احنا جبل، احنا دوله 7000 سنه، ان احنا الجبال اللي تملكها مصر في كل حته دي يا جماعه تملك اثار، تملك يعني متاحف. انت يا جماعه انت لو رحت بس اسوان والاقصر، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم انت تذهل من المشاهد العظيمه، تشهد من الحاجات اللي هي اللي في الدوله المصريه. احنا ما عارفينش، احنا دينا هو مصريين ما عارفينش قيمه الاثار المصريه، بس تفرق مع الناس اللي بتيجي من بره. انا بقول لك فرنسا 150 مليون ساعه في السنه ما تملكش ربع اللي انت بتملكه، بس هم بيعرفوا يشتغلوا عليه، على ازهار المعالم، على برج ايفل، على قصر اللوفر، على الحاجات الموجوده، على الاكل الفرنسي بتصدر. احنا فعلا يا باشا نقدر نصدر، نقدر نطور، ان احنا نقدر نقول ان مصر تملك من الحضاره والثقافه، وننقل الثقافه المصريه، واحنا الحمد لله رائدين فيها. وان الدوله المصريه يا جماعه مش جديده عليها، احنا فعلا كنا تاريخ في كل حاجه، وان العصر الحديث يا جماعه احنا لازم نتماشى معاه. بص، دول بتشتغل ضد مصر مش مشكله، مش هتشغلنا، احنا بالعكس احنا دولتنا قويه، احنا بندي رسائل، احنا احتفاليه السلام دي حطينا كده كام رساله لكل الدول ان ما حدش يقف قدام الدوله المصريه. احنا لما نجيب مثلا ممثل كان مغضوب عليه زي محمد سلام يطلع يتكلم في حوار موجود فيه فخامه الرئيس، احنا بندي رساله للدول اللي اضطهدت الراجل ده ان هو ده مصري عايش في بلد حقيقي، تملك رؤيه حقيقيه، تملك رئيس قوي بيتحدى اي حد ان هو يقف ضد الدوله المصريه. هم زي ما عندهم ابراج خليفه، احنا عندنا اهرامات مصر. احنا عندنا حضاره حقيقيه مش مصنوعه.
دي حقيقه دي ابراج خليفه والحضارات اللي هم بيتحدثوا عنها، اللي بيتشايدوا بيها واللي فرحانين ان هم فعلا في طفره في الدول دي. دي ملهاش سنتين ثلاثه. انت بتحكي على حضاره باقيه من 7000 سنه. هم بيشتغلوا على مباني حديثه وبيطوروا وبيجذبوا سياحه وبيشتغلوا صح. ما بالك احنا عندنا اساس الاثار واساس السياحه في العالم كله. طب ازاي؟ يبقى احنا المنطق والعجل الدوله المصريه تتجه اتجاه، وهو الحمد لله بفضل ربنا تم انشاء المتحف. ان شاء الله هيتم على خير باذن الله. بنحتفل والشعب المصري كله يحتفل بهذا الحدث العظيم. عملوا دلوقتي حاجه حلوه، ان هو هيذاع على شاشات العالم كلها يوم الافتتاح. هتشوف صرح عالمي جميل، هتتبسط ان انت فعلا منتمي للدوله المصريه، هتفرح ان فعلا مصر يا جماعه بتتطور وبتتماشى مع الاحداث العالميه وتتطور بفكره ورؤى. فعلا نقدر ان شاء الله نقدر نقول. اما حد يقول لك ايه 20 30 يعني مش طب يعني نستنى 20 هم 20 30 خلاص احنا ال 25 3 4 سنين تلاقي نفسك في 20 30. طب ما هو بدات اهي الخطط اللي يوم كانت الدوله المصريه بتتكلم عنها وكان بيتحدث عنها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل اللقاءات، ان هو فعلا 30 30 هي في رؤى اهو اشتغلت اهو. ادي بدليل افتتاح المتحف، ودي وبدليل انت بتساعد تنشيط السياحه. فاحنا يا جماعه مش هنطول اكتر من كده. احنا وصلنا رساله لدول العالم، احنا وصلنا للعالم كله ان مصر تملك فكر وتملك رؤى وبتنفذ على ارض الواقع. وصممنا دينا اهو صرح عالمي عظيم. كل الدعم للقياده السياسيه، والف مليون مبروك لكل مصري وكل رجل وكل امراه وكل القيادات السياسيه بهذا الصرح العظيم. وبنهنئ رئيسنا ونقول له الف شكر يا ريس، وان شاء الله مستمرين معاكم ومع دعم الدوله المصريه ومؤسسات الدوله المصريه للنهوض بالدوله، لان مصر دي غاليه علينا وتستاهل ان احنا نديها اكتر من كده. ومهما حاول المغرضين، مهما حاول المخربين، مهما حاولت هذه اللجان القذره ان تهز او تهز ارض مصر او شعب مصر. شعب مصر يا جماعه تاريخ في الحروب وتاريخ في الانتصارات وتاريخ صدى للعالم كله ان هو فعلا مصر يا جماعه اكبر من اي حد، وتقدر تواجه اي تحديات داخليه او خارجيه بفضل كل مفكر وكل مثقف وكل شاب وكل وطني محب لبلده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.